إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والند والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، خلق الله جل في علاه الحياة وجعلها الله سبحانه وتعالى على قسمين، فجعل الحياة الأولى هي الحياة الدنيا وهي دار الأوصاب واللأواء والبلاء، وجعل الله تعالى الحياة الأخرى هي الحياة الآخرة التي لا يجوع فيها الإنسان ولا يعرى ولا يظمأ ولا يضحى. ولقد جعل الله تعالى هذه الدنيا دارا للهموم والغموم، كما وصف الله تعالى حال الإنسان فقال جل في علاه: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وإن الذي ينظر في أحوال الناس يجد أنهم يتنوعون في تحمل هذه الهموم والصبر على هذه الأنواع من البلاء. ولقد كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه يصف الدنيا فيقول: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وكان صلى الله عليه وسلم يبين أن المرء إذا انتقل إلى الحياة الأخرى التي هي الحيوان والتي هي الأصل نسي ما كان عليه في الدنيا من أوصاب ولأواء وبلاء، كما بين عليه الصلاة والسلام ذلك في الحديث الصحيح لما قال: يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا لكنه من أهل النار، قال: فيغمس في النار غمسة، ثم إذا غمس فيها أخرج منها، ثم قيل له: يا عبدي هل ذقت نعيما قط؟ هل رأيت نعيما قط؟ يعني هل تذكر بعد هذه الغمسة أنك في الدنيا ذقت نعيما شربته أو أكلته أو نكحته أو سافرت إليه؟ هل ذقت نعيما في مال أو في ولد أو في امرأة؟ يا عبدي هل ذقت نعيما قط؟ قال فيقول: لا يا ربي، والله ما ذقت نعيما قط ولا رأيت نعيما قط. أنساه كل نعيم الدنيا، غمسة واحدة غمسها في الحياة الأخرى التي كان الأصل أن يستعد لها. لم يتجرع من زقوم النار ولم يتجرع من أنهارها ولم يكبل في أصفادها، ومع ذلك لما غمس فيها غمسة أنسته هذه الغمسة كل ما أصابه في الدنيا من نعيم. قال عليه الصلاة والسلام: قال: ويؤتى بأبأس أهل الدنيا لكنه من أهل الجنة. ذاك البائس الذي ابتلي بأنواع البلاء من موت لأولاد أو عقوق لهم فيه، أو تجده قد ابتلي بفقر أو في سمعته أو في صحته أو في ماله أو في غير ذلك. قال: يؤتى بأبأس أهل الدنيا لكنه من أهل الجنة. قال: فيغمس في الجنة غمسة. قال: ثم يقول الله تعالى له: يا عبدي هل ذقت بؤسا قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا يا ربي وعزتك، ما رأيت بؤسا قط ولا ذقت بؤسا قط. أنساه كل بؤس الدنيا، غمسة واحدة غمسها في الجنة. فبالله عليك كيف به إذا سبح في أنهارها وضاجع حورها واستظل في خيامها ومشى في جنباتها وجالس أنبياءها؟ بل كيف به إذا نظر إلى وجه رب العزة جل جلاله في الجنة؟ هل يذكر بؤسا أصابه أو بلاء نزل به أو مرضا حل بصحته؟ هل يذكر شيئا من ذلك؟ كلا والله، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. لذا أمر الله تعالى المؤمنين جميعا أن يصبروا على ما يصيبهم من بلاء، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. وأمر الله تعالى جميع الأنبياء بالصبر، وأمر نبينا وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام
بالصبر. فقال سبحانه وتعالى واصبر على ما، فقال جل في علاه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. ومدح الله تعالى أنبياءه بأنهم كانوا من الصابرين، فمدح الله تعالى أيوب فقال جل في علاه إنا وجدناه صابرا. ومدح الله تعالى إسماعيل فقال جل في علاه قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولما ذكر الله تعالى يوسف ذكر أن من أبرز صفاته الصبر، فقال جل في علاه أن يوسف قال لإخوته إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال الله تعالى عن يعقوب أنه قال لبنيه بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. يقول عمر رضي الله تعالى عنه وجدنا خير عيشنا بالصبر. من لم يصبر على لأوائه ولم يصبر على بلائه ولم يصبر على كربته ولم يصبر على مصيبته فقد ضيع على نفسه حلاوة الدنيا وأجر الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إن أصابه بسطة في ماله وصحة في جسده وسلامة في ولده كان خيرا له إذا شكر. قال وإن أصابته ضراء صبر، إن أصابته ضراء في ماله أو في ولده أو في صحته أو في سمعته أو في وظيفته أو في ربما في عرضه أو في سمعته، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال عليه الصلاة والسلام وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، ليس ذلك الأجر وذلك العلو وتلك الحلاوة ليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ومن نظر أيها المسلمون في حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجد أن الله تعالى لم يزل يصيبه بأنواع من البلاء لأجل أن يرفع قدره في النبيين وفي الأولين والآخرين. ابتلي عليه الصلاة والسلام في صغره باليتم فماتت أمه وعمره 6 سنين، ثم عاش يتيما فقد مات أبوه وهو في بطن أمه فكفله جده، حتى إذا عاش في كنفه سنوات مات جده، ثم كفله عمه، فلا يزال يتيما يتنقل بين يد تحن عليه أو يد تطعمه، ولا يزال كلما تعلق بأحد يربيه مات عنه وتركه، حتى كبر عليه الصلاة والسلام. ثم زاده الله تعالى شرفا وعلوا بالنبوة والرسالة وجعله خاتم الأنبياء، فلم تزل البلايا تنزل عليه تارة من الكفار وتارة من اليهود وتارة من النصارى وتارة من المنافقين، حتى ابتلي عليه الصلاة والسلام في خاصة منزله، فإنه صلى الله عليه وسلم رزق ب7 من الأولاد، رزق بالقاسم وعبد الله وإبراهيم، وكذلك معهم رقية وزينب وأم كلثوم وفاطمة رضي الله تعالى عنهم جميعا. فإذا به عليه الصلاة والسلام يبتلى بموت 7 منهم في حياته، ابتلي بموت الذكور أولا، ثم ابتلي بعد ذلك بموت الإناث، 7 منهم يموتون بين يديه عليه الصلاة والسلام، والولد حبة من فؤاد أبيه وقطعة من كبده وشجرة من قلبه. إذا مات الولد فهو طعنة في الفؤاد لا تكاد أن تبرأ أبدا، يتذكرها الإنسان بكل نظرة ينظرها أو التفاتة يلتفتها، ومع ذلك يبتلى بموت 7 بين يديه ينزلهم في التراب بين يديه، ولم يبق إلا فاطمة رضي الله تعالى عنها ماتت بعده عليه الصلاة والسلام. حتى إنه في صحيح مسلم لما نبئ النبي صلى الله عليه وسلم عن مرض ولده إبراهيم، وكان صلى الله عليه وسلم يحبه حبا عظيما، حتى إذا بلغ معه السعي وبلغ عمره 2 وصار يشمه ويقبله ويضاحكه ويستمع إلى لثغة لسانه وهو يحاول أن يقيم الكلام في صغره، وهذه ألذ ما تكون من تعامل الأب مع ولده، يستمتع بولده ويستلذ بطفولته. فإذا به عليه الصلاة والسلام يأتي إلى ولده إبراهيم ويرفعه، وإذا الولد يشهق ولو رأيت رجلا في 50 و60 و100 يشهق في الموت لرحمته وأسبلت الدمع عليه، فما بالك إذا كان طفلا، وما بالك إذا كان هو شجنة قلبك وحبة فؤادك، وما بالك إذا كان هو ولدك الذكر الوحيد الذي في حياتك، وما بالك
إذا كنت قد سميته على اسم أبيك إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فلما رفعه صلوات ربي وسلامه عليه وجعل يشمه ويقبله ويودعه وكأنما قلبه ينتفض بين يديه، بكى عليه الصلاة والسلام، وجعلت دموعه الطاهرة تتساقط على وجنة هذا الصبي الصغير، وملك الموت يسل روح ذاك الصغير وهو عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يدفع عنه الموت. لما نزل به فنظر عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، نظر إلى دمعات حبيبنا وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا هو قد فقد أولادا قبل هذا الولد وها هو يفقده الآن بين يديه. فلما رأى الدمعات قال عبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله تبكي، يا رسول الله تبكي، ما هذا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا عبد الرحمن إنها رحمة، إنها رحمة، إنها رحمة. ثم جعل عليه الصلاة والسلام يحاول أن يمسك نفسه عن البكاء وينظر إلى ولده وهو يشهق بين يديه، حتى إذا أمسك نفسه قليلا شجن عليه الصلاة والسلام أخرى، ثم أسبل دموعا جديدة، وليس الذي يجري من العين ماؤها ولكنها نفس تذوب فتخطر. إذا كان عليه الصلاة والسلام قد أوتي من رقة القلب ومن حلاوة النفس ما يبكي به في صلاته وعلى المؤمنين، فما بالك وهو يبكي على صبي صغير قد درج بين يديه ثم حمله بين يديه ودع الدنيا. أنواع من البلاء نزلت به عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك هو كما وصفه ربنا جل وعلا لما وصف الأنبياء من قبل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. إن الإنسان إذا صبر وجد لذة الحياة الدنيا، وجد حلاوة الأجر، وجد حلاوة الرضا والشكر لرب العالمين على ما أصابه. أما من جزع فإن الجزع لا يصنع شيئا ولا يبني مجدا. وماذا تستفيد من جزعك على مريض أو جزعك على ميت أو جزعك على مال فاتك أو على صحة جاوزتك؟ ماذا تستفيد من جزعك؟ إن المؤمن كلما ازداد صبرا على مصيبته عظم ذلك له الأجر وزاد له في الثواب عند ربنا جل في علاه. أيها المؤمنون، وتتابعت البلايا على رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم حتى وجد من شظف العيش ما لا يكاد أن يجده غيره. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: والله لقد كان يمر الهلال تلو الهلال، يعني يمر عليهم شهران متكاملان وما أوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قالت: إنما هما الأسودان، التمر والماء. قالت: وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار عندهم منائح، يعني عندهم نوق، فربما أهدوا إلينا من لبنها. وفي صحيح، والحديث في الصحيحين، وفي صحيح مسلم من حديث النعمان رضي الله تعالى عنه يقول: ما شبع نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم حتى من الدقل حتى مات. والدقل هو التمر الرديء. وفي رواية عند الطبراني أن فاطمة رضي الله تعالى عنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكسرة خبز، فلما قربتها إليه قال: ما هذا يا فاطمة؟ قالت: يا رسول الله هذا خبز صنعته فلم أشأ أن آكله حتى آتي إليك بكسرة. فأخذها عليه الصلاة والسلام وقال: يا بنيتي والله إن هذا أول طعام يدخل إلى فم أبيك منذ 3 ليال. ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء ويحب العسل ويحب الشراب البارد ويحب الدباء القرع، وكان يتتبعه في الطعام إذا وجده، لكنه لا يكاد أن يجد ذلك. وأنى أن يجده عليه الصلاة والسلام وهو رأس الزاهدين وإمام المتقين صلوات ربي وسلامه عليه. أيها المسلمون، إن الله جل في علاه إذا أراد بالعبد خيرا أنزل به من البلايا ما يقربه إلى ربه سبحانه وتعالى ويرفع به درجاته إليه، وما يجعله يشتاق إلى الآخرة. ولو كان المرء في هذه الدنيا في نعيم دائم لما تحركت نفسه شوقا إلى الدار الآخرة، ولما اشتاق إلى أن يلقى الله تعالى، ولا إلى أن يستمتع بحياة أخرى هي الحيوان الحقيقي. لكن الله جل وعلا لا يزال يصيب المؤمن بأنواع البلايا حتى يشوقه إلى تلك الدار.
فإن صبر وشكر فهو خير له، وإن جزع على ما أصابه فاته الأجر من ربه جل في علاه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تحمل أنواع البلايا، ونسأل الله جل وعلا أن يكفينا شر البلاء يا رب العالمين. قولوا ما تسمعون، واستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، إن تصور المرء للأجر المترتب على بلائه أيا كان نوع هذا البلاء يزيده ثباتا وصبرا وشكرا ورضا. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يدعه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه رقة خفف عليه في البلاء، وإن كان في دينه صلابة شدد عليه في البلاء. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. لذا كان المؤمنون من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن جاء من بعدهم من التابعين وغيرهم كانوا إذا نزل بهم البلاء شكروا ربهم جل وعلا على أن اختارهم له، واحتسبوا أجرهم عنده سبحانه وتعالى، كما وقع لمعاذ رضي الله تعالى عنه لما كان في طاعون عمواس فخرج في يده بعض شيء من حبوب وبثرة في يده، فلم يكن يعلم هل هي الطاعون الذي مات به جمع من الناس قبله أم ليس هو الطاعون، وكان في أرض أصيب أكثر من فيها بهذا المرض. فلما نظر إلى هذا الذي في يده قال: اللهم إنك تبارك في الصغير فيكون كبيرا، إنك تبارك في الصغير فيكون كبيرا. فلم يزل حتى كبرت ذلك الذي خرج في يده حتى مات بالطاعون، والمطعون شهيد كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما أراد أن يصبر بعض الناس بتذكيرهم بالآخرة مع بقاء المرض عندهم. ألم ترى إلى ما رواه ابن عباس لما وقف مرة مع عطاء فمرت أمة سوداء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال: بلى. قال: تلك الأمة السوداء، تلك امرأة من أهل الجنة. قال عطاء: وما ذاك؟ قال: إنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالت له: يا رسول الله إني أصرع وإني أتكشف، يعني يصيبني صرع، فإذا صرعت وغاب عقلي تكشفت، إما نزعت ملابسها إما مزقتها، فربما صرعت في الطريق أو في السوق أو في بيت عند ناس فرأوا عورتها. قالت: يا رسول الله إني أصرع وإني أتكشف فادعوا الله تعالى لي. فكان عليه الصلاة والسلام قادرا على أن يرفع يديه الكريمتين وأن يدعو الله تعالى أن يكشف عنها ضرها ويزيل عنها بأسها، لكنه أراد أن يعطيها وأن يعطي أصحابه درسا في الصبر، وذلك لأن هذا المرض الذي عندها قد يصيب أقواما من أمته وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم من بينهم. هذه المرأة وفقت إلى أنها كانت صحابية ووجدت النبي صلى الله عليه وسلم أمامها فقالت: ادعوا لي، فيدعو لها. لكن نحن أين نلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في طرقاتنا وبيوتنا، فنقول له: يا رسول الله ادعو لنا أن يزيل عنا مرضنا أو أن يكشف عنا مصابنا. أراد عليه الصلاة والسلام أن يعطيها منهجا، لا بل أن يعطي الأمة كلها منهجا، فقال لها عليه الصلاة والسلام: إن شئت دعوت الله لك فشفاك، تشفي، وإن شئت صبرت ولك الجنة. إن شئت صبرت على مرضك، إن شئت صبرت على فقرك، إن شئت صبرت على موت أولادك، إن شئت صبرت على كلامهم في عرضك، على تلطيخهم لسمعتك، إن شئت صبرت على مرض أولادك، على مرض والديك،
إن شاءت الفتاة صبرت على كبر سنها وعدم زواجها، إن شاء الشاب صبر على قلة ذات يده وعدم قدرته على النكاح والزواج. إن شئت صبرت قاعدة، إن شئت صبرت ولك الجنة. قال إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فنظرت المرأة إلى حالها ووازنت ما بين الحياة الفانية والحياة الباقية. قالت لا لا يا رسول الله، بل أصبر، لكن يا رسول الله ادعو الله لي ألا أتكشف، أسرع ويغيب عقلي وأضرب وجهي وأشد شعري وأقع على الأرض، وربما لن يتزوجني أحد ولن أرزق بأولاد، وربما خاف مني الصغار والكبار، وربما أفسدت على قوم طعامهم إذا صرعت فسكبته ولعبت فيه. المرأة بفقدانها لعقلها ربما خاف منها الناس وخافوا من صرعها. هي عندها استعداد أن تتحمل كل هذا، لكن لا أن تكشف عورتي يا رسول الله. قالت يا رسول الله أصبر، لكن الذي لا يصبر عليه أن تنكشف عورتي يا رسول الله أمام الناس. يا رسول الله أصبر مدام الوزن الجنة، أصبر يا رسول الله، لكن ادعو الله لي ألا أتكشف، أن أصرع ويصيبني ما يصيبني من الألم والصرع، لكن لا أمزق ملابسي ولا أكشف عورتي. يا رسول الله ادعو الله لي ألا أتكشف. فدعا الله تعالى لها ألا تتكشف، فكانت المرأة بعدها تصرع لكنها لا تتكشف. فأين الذين يصابون اليوم بأنواع البلايا؟ أين هم عن احتساب الأجر ولذة الثواب عند ربنا جل وعلا؟ أين هم من أن ينظر الله تعالى إلى خالص قلوبهم فلا يرى منها إلا الرضا بقضائه وقدره والشكر على بلائه والرغبة فيما عنده سبحانه وتعالى من الأجر والثواب؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا وإياكم شر البلايا. أسأل الله تعالى أن يكفينا جميعا شر البلايا. اللهم إنا نعوذ بك من الأسقام والأورام، ونعوذ بك ربنا من الأدواء وجميع الأمراض يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم إن ابتليتنا فأعنا على الصبر على بلائك، وعظم لنا الأجر والثواب يا رب العالمين. اللهم إما قدرته في هذه الحياة الدنيا من خير وبركة وسعة رزق وصحة وعافية فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزلته فيها من بلاء وخزي وفقر ومرض فاصرفنا عنه واصرفه عنا، واقدر لنا الخير حيث كان، ثم ردنا به يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل الشرك والمشركين. اللهم من أرادنا أو أراد شيئا من بلدان المسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر من يجاهد في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر من يجاهد في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن